ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البكاكين بطريقه بسيطه جدا وسهله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها ايه. بس يا ريت اللي اول مره يتابعني يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. انا هنا هبتدي بقى المقادير معاكم. معايا هنا كيلو دقيق، نزلت عليه بمعلقه ملح صغيره، معلقتين او 3 سمسم. السمسم ده على حسب راحتك انتي، حابه تكتري اكتر من معلقتين زودي. معلقه بيكنج باودر كبيره، 3 معالق سكر، معلقه شمر مطحونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشمر بيديله ريحه حلوه قوي. هنقلب كده المواد الجافه كلها مع الدقيق، وبعد كده هضيف الخميره. هنشوف بقى السوائل اللي احنا هنحطها على الدقيق هتاخد معانا سوائل قد ايه. هو كيلو الدقيق بياخد من كوبايتين لكوبايتين ونص لبن رايب. انا هنا حطيت كوبايتين لبن رايب، وهنزل كمان بكوباية نص سمنة ونص زيت. حابة تحطيها كلها سمنة ماشي، زيت ماشي، بس انا حطيت نص ونص. ومعايا هنا كان عندي وش لبن، يعني برضو حوالي كوباية. هدمج بقى كل المكونات دي كلها مع بعض عشان ابتدي اعجنهم واشوف هتحتاج مية تاني ولا لا. نستخدم بقى ايدينا ونعجن حبة حلوين. انا عايزة كل الدقيق الابيض ده يختفي وتبقى معانا عجينة طرية بس مش ملزقة. هنا انا كنت شايفة ان العجينة معايا ناشفة وهتحتاج لبن رايب او مية تاني، فانا عشان ما عنديش لبن رايب تاني فاستخدمت مية. هتاخد معايا كمان حوالي نص كوباية مية. طبعا انا نزلت بالتدريج، حطيت الاول ربع كوباية وهرجع تاني احط مية تاني. هبتدي اعجن بقى بالشكل ده، الم كل الدقيق اللي باقي في قلب الطبق لغايه ما توصل معانا العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عجينه ناعمه وطريه بس مش بتلزق في ايدينا كده. انا هنا كده وريتها لكم اهي، هي بتاخد عجن حبه كويسين يعني. هنغطيها ونسيبها تخمر براحتها، وبعد ما تخمر هنوريها لكم. انا كده سبتها حوالي ساعه، ساعه ونص، لغايه ما خمرت ووصلت معانا للشكل ده. هبتدي اخد منها اعمل بقى كور على حسب حجم الرغيف اللي انتي محتاجاه. انا هنا عملتها بالحجم ده كده. انتي حابه تكبري حابه تصغري براحتك، بس انا كنت شايفه ان الرغيف بالنسبه لي بالشكل ده مناسب. هكمل بقى الكميه كلها. دي الكميه كلها اللي طلعت لي من العجينه. هنبتدي بقى نفردها، نحط حبه دقيق، حاجات بسيطه خالص، وابتدي افرد العجينه بالنشابه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بنفض الدقيق، وده الحوض اللي انا هدخله الفرن على طول. هكمل تاني واحده. طبعا عشان العجين خمر كويس ومرتاح فبيتفرد معايا بمنتهى السهولة، مش العجينة بتمط في ايدي، لا بتتفرد معايا بسهولة. هعمل كمان واحدة معاكم، سهل جدا في عمايله على فكرة، ما بياخدش اي وقت. انت حابة تعملي الرغيف مدور بتعمليه على شكل دايرة. انا حباه ان هو يكون طويل بالشكل ده كده. هخلص طبعا كل الكمية. وطبعا بالنسبة للسوا، الفرن لازم يكون سخن جدا وبتولعي من فوق ومن تحت. لو الاتنين ما بيشتغلوش معاكي مع بعض بتولعي من تحت على اعلى درجة، وبعد كده بتولعي الشواية وتحمريه.
زي ما انتوا شايفين كده. انا استعملت الفرن الكهرباء، حطيته في الارضيه لغايه ما اتنفخ معانا بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي ان انا ارفعه فوق على الشبكه لغايه ما ياخد لون، وهيطلع معانا لونه ذهبي وجميل جدا. شايفين منفوخ ازاي؟ اول ما يبتدي يتنفخ معانا بالشكل ده او يعلى بالشكل ده، هبتدي ارفعه على الشبكه ياخد لون، هيطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده شكل الكماج، متحمر من فوق من تحت بلون ذهبي وجميل جدا، ومفرغ من جوه زي ما انتوا شايفين كده. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير.